16 درجة بتفصلنا بقى من عالمنا لعالم توت عنخ آمون. اه. للأسف يعني الملك ده عانى كتير قوي، يعني امم. مقبرته عانت كتير قوي. اه. ليه؟ لأن كان في قانون وقتها اسمه قانون ماسبيرو. بتاع ماسبيرو بتاعنا طبعا. لا لا لا، ماسبيرو تاني بتاع خالص. ماسبيرو بتاع الفرنساوي. لا، واحد تاني خالص. اه. فكان في قانون كده ان لو كانت المقبرة مسروقة، بيتاخد نص مقتنياتها لبره، ونص مقتنياتها لمصر. امم. فعلشان كارتر يثبت ان المقبرة مسروقة علشان يبقى ليه حق الانتفاع بالمقتنيات دي، امم. عمل فتحة اولا في الجدار. امم. يعني استشهد بحاجات غريبة جدا اه، يعني، مش مقنعه. مش مقنعة ابدا. اه. يعني لقى الوشاح بتاع الملك توت عنخ آمون وجواه خواتم، امم. زي الطريقة بتاعت يعني في الأماكن النائية في الصعيد تلاقيهم اه. بيحطوا الحاجات جوه منديل وبيقفلوه. صحيح. فهو قالك لا، ده اللصوص. ده امم. اللصوص كانوا حاطين الخواتم في امم. الوشاح علشان يسرقوه. امم. يبقى كده المقبرة دي اتفتحت قبل كده. اه، عشان يقنع الدنيا كلها ان احنا هناخد نص المقبره دي. طبعا المصريين الوطنيين زي مرقس باشا حنا، امم. اللي هو كان وزير الأشغال ساعتها، اللي كانت الآثار بتتباع عليه، امم. وقف له بقى، اللي هي تحيا مصر، نموت نحن وفي وتحيا وقفه مصر. تاني بقى، احمد شوقي كتب قصيده في ياه. هذا الامر. ناس كتير امم. جدا جدا وقفوا له، لان هو فعلا كان هيجنن من مقتنيات مش طبيعيه. امم. آه، يعني بتبين قد ايه. وعايزه اقول لحضرتك هو كمان اتدفن في عجاله، امم. يعني لدرجه ان المقبره بتاعته مش زي مثلا مش مقبره منسقه زي ومش السيتي مترتبه الاول. وكده. لا، غير ان هي مش متنسقه او اه. مش مترتبه. يعني النقوش مثلا في حجره الدفن بس، ده ما كانش موجود في باقي المقابر. في باقي المقابر. وادي الملوك حضرتك من اول ما بتلاقي السلم بتلاقي نقوش على ايوه لا، صحيح. حاجه فخمه جدا. سيتي الاول، امم. الملك رمسيس السادس في وادي الملوك، امم. قد ايه كانت مقابرهم فخمه جدا. فدي مقبره فقيره فقيره. جدا. اه. واضح بقى ان هو يعني لما مات صغير او مات فجأة، فهم دفنوه مثلا في المقبره بتاعت اي، اللي هو الملك اي، اللي هو كان اخذ الحكم من بعده، او امم. المقبره بتاعت اي كاهن، امم. لان كانوا فعلا في عجاله. فقصدك ان مقتنيات المقبره لا تليق، او المقبره نفسها لا تليق بهذه المقبرة نفسها المقتنيات. لا تليق، حتى اه. النقوش نفسها اللي موجودة مم. هتلاقي اختلاف النسب المصري القديم معروف ان النسب بتاعته مظبوطة، نسب طبعا. الجسم طبعا. مظبوطة. مم. فدي حتى النسب بتاعتها مش لا، مش رسومات المصري القديم اللي احنا عارفينها يعني. مم. حجرة الدفن صغيرة، الرسومات مشيت كده على عجالة عشان يعني. كده خروج المقتنيات دي من المقبره في صالحها، طبعا. تظهرها وتظهر قيمتها طبعا ما عدا وتاريخها. الموميا، اه، يعني ما عدا الموميا الموميا. كان فعلا كانت لازم يحتفظوا بيها، لان للاسف المومياء دي كانت محطوطه جوه 3 توابيت. في التابوت الاوسط كان خشب في ذهب، مم.